ده يا جماعه شكل الكبده بتاعتنا بعد ما قليناها. بسم الله ما شاء الله ازاي شكلها حلو قوي وفاتحه يعني فاتحه مش غامقه مننا، ريحتها حلوه جدا. اللي عايز ياكلها مع عيش مش مشكله، ممكن نعملها سندوتشات زي كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض اكله سهله وسريعه كده وما بتحتاجش مكونات كتير. انا معايا كبده بتاعتي اللي موجوده معايا دي كبده بلدي، انا مقطعاها شرايح. اللي عنده كبده متلجه مفيش مشكله، كل واحد على حسب استعماله. هنقطعها شرايح زي كده عشان هنقليها بالرده. تمام. معايا ايه بقى؟ معايا هنا التوابل بتاعتها بقى اللي هي عباره عن ايه، هي بتحتاجش توابل كتير. هنا معايا ملح، وطبعا اكون حذره في الملح لان الكبده بتلقط ملح بسرعه جدا. ومعايا كمون وكزبره وفلفل، وهنا ايه كام فص ثوم كده انا دقهم مع بعض. هنحط كل المكونات دي عليها او كل التوابل دي. ومعايا ايه كمان؟ معايا ليمونه. معايا ايه كمان؟ معايا هنا هاخد معلقه خل. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه خل حلوه كده، بس كده. وهتبل كل التوابل بتاعتي دي في قلب الكبده، هدخلها ببعضها كده وهنقعها فيها. كل ما هتتنقع زياده كل ما هتديني طعم اكتر، هتاخد من طعامه التوابل اللي فيها. فانا مستعجلش عليها ابدا، خليها في التتبيله بتاعتها شويه. هنسيبها بقى متبله مع بعضها كده، وبعدين نرجع نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي بقى بعد ما الكبده بتاعتي اتبلت معايا بالتتبيله الحلوه، عندنا ايه؟ عندي هنا دي رده، هحط عليها معلقه توم بودره بس، مش هحط ملح ولا اي حاجه خالص. وعشان الكبده ما تسودش معايا هحط لها شويه دقيق بس كده كفايه. وبعدين ابتدي اتبل بقى الكبده بتاعتي بالرده دي. هبتدي بقى احط الكبده بتاعتي. بسم الله. لازم ايه يعني اغمرها جامد كده في الرده عشان تبقى الطبقه بتاعتها حلوه معايا. بسم الله. طبعا انا الكبده دي انا اللي مقطعاها هنا، هي بتغلف شويه، لكن احنا لما نيجي نشتريها نقول للجزار قطعها لنا، يعني ايه هو اللي يقطعها، فبتيجي متقطعه جاهز، بتبقى احسن من كده طبعا. ودي الكبده كلها بعد ما غلفناها بالرده. تعالوا بقى نقليها ونشوف هنقليها في الزيت هيبقى شكلها ايه. دلوقتي انا حطيت طاسه على النار فيها زيت كده وحطيتها لما تسخن. اول ما ابتدي تسخن بهدي بس سنه بسيطه قوي، مش قوي برضه، مش يعني ما بهديش جامد عشان الكبده ما تنزلش دمها. انا عايزاها تستوي من غير ما تتلسع معايا. هبتدي بقى احط. بسم الله. ومش هقلب فيها كتير. ده يا جماعه شكل الكبده بتاعتنا بعد ما قليناها. بسم الله ما شاء الله ازاي شكلها حلو قوي وفاتحه يعني فاتحه مش غامقه مننا، ريحتها حلوه جدا. اللي عايز ياكلها مع عيش مش مشكله، ممكن نعملها سندوتشات زي كده ونقدم معاها طحينه وسلطه خضراء ومخلل. واللي عايز ياكلها بمكرونه مفيش مشكله، واللي عايز ياكلها بعيش. يعني الاكل ده على حسب كل واحد ورغبته. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والشير والمتابعه عشان يوصل لكم مننا كل جديد.